مرحبا بالجميع. لدي اليوم قصة صادمة حقا أريد مشاركتها معكم. تخيلوا عائلة تبدو مثالية وفجأة تنقلب حياتهم رأسا على عقب. هذا بالضبط ما حدث لزوج هجرته زوجته بشكل غير متوقع، تاركة وراءها بناته الأربع، وكانت الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما فقط. هيا نغوص في التفاصيل. هذه ليست مجرد قصة اختفاء مفاجئ، إنها حكاية خيانة ومسؤولية وصمود أرواح شابة زج بها في أدوار البالغين بين عشية وضحاها. ما الذي يدفع أماً إلى ترك أطفالها؟ وكيف تتعامل عائلة مع مثل هذه الخسارة المربكة؟ وجد الأب الذي غمره الحزن والارتباك نفسه في موقف لا يرغب أي والد في تخيله. ذاتي كان شريكاً في تربية الأبناء، وفجأة أصبح وحيداً يدير المنزل ويتعامل مع مشاعره ويحاول الإجابة على أسئلة بناتها التي لا تهي، التي أردن معرفة شيء واحد فقط: لماذا؟ بينما نقوم بتقشير طبقات حياة هذه العائلة، نكشف عن تحديات وأسرار تواجهها العديد من العائلات خلف الأبواب المغلقة، ولكن نادرا ما تشاركها مع العالم الخارجي. من الضغوط المالية إلى الانفصال العاطفي، يساهم كل جانب في تفكك ما كان ذات يوم وحدة متماسكة. لكن هذه القصة لا تتعلق بالتحديات فحسب، بل تتعلق أيضاً بالقوة والنضج المذهلين الذين أظهرتهما هذه الفتيات الصغيرات في مواجهة مثل هذه المحنة. لقد صعدن لمساعدة والدهن ومواكبة الدراسة، وتمكن بطريقة ما من التمسك بالأمل في أنهن قد يفهمن تصرفات والدتهن يوماً ما، وربما يتعافين من هذا الجرح العاطفي العميق. انضموا إلي بينما أستكشف أعماق هذه الدراما العائلية، وأفهم التأثيرات النفسية، وأناقش مع الخبراء ما يمكن فعله لدعم العائلات في مواقف مماثلة. إنها رحلة من الحزن والأمل، وأنا هنا لمشاركتها معكم جميعا. لذا ابقوا على اتصال ولنصل إلى قلب هذه القصة الصادمة.